البوراك اللي لازم يكون حاضر 30 يوم على طاولة رمضان. اليوم جبتها لكم بواحد الحشو مفرمج، هذاك الحشو يقعد مفرمج بواحد الطريقة شابة بزاف مع طريقة تشكيله، وهكا باش تنوعوا في الشهر الكريم. خطرة ديروه على شكل مثلث، خطرة ديروه سيجار، خطرة ديروه وردة، كل مرة ديروا لهم شكل جديد. شوفوا البنات كيفاش يجي من الداخل مفرمج كيما وريتكم كيفاش نكونجليوه في الكونجيلاتور. يعني اللي يديروا تحضيرات رمضان ويخدموا البوراك مقبل ويديروه في الكونجيلاتور، نقول لكم هذا الفيديو ليكم. وبسم الله نفوتوا للوصفه. نقول لكم السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. انا جبت حبه بصل كبيره، غسلتها مليح، قصيتها مكعبات صغيره، قصيتها غير بيدي. تبغي ديريها في الاشوار بصح ما تخليهاش حتى تطلق الماء نتاعها، يعني غير تقصص صاي تحبسي الاشوار. ديروا عليها 4 مغارف نتاع الزيت وقليوها مليح. قليو البصل تاعكم مليح حتى تدبل. هنا ما درنا لا ملح لا توابل، انا عاد ما درناش. ودروك عندي هنايا كفته، عندي واحد 600 غرام. والبنات اللي يبغوا يخدموا كونتيتي كبيره تاع رمضان ويكونجليوها، نعطيكم قاعده هكا يديروها في العراس. مثلا الكفته كانت كيلو، البصله يديروا رطل. كما انا عندي 600 غرام كفته، البصله ندير 300 غرام. بالنسبه لي زيبيس درت غير فلفل الكحل وسكر جبير وشويه ملح، ما تكثروش الملح خاطر من بعد نزيدوا الفرماج وفرماج مالح. هنايا كي تقلى لي الكفته مليح نزيد هكا حفينه تاع الزيتون ونقليه مليح مع هذاك البصل. انا كان عندي زيتون عادي، انا قصيته هكا دوار، يعني الحبه تاع الزيتون قصيتها على 3. وهنايا هذا هو السر باش يخلي البوراك مقرمش لاطول مده ما يطراش، اللي هو نصفيو هاد الكفته تاعنا هذه اللي طابت كاع نصفيوها في كسكاس باش هذاك الزيت الزائد يهود. خاطر هذاك الزيت الزائد كي يقعد فيها هو اللي يخلي الحبه تاعنا نتاع البوراك تطرى، يعني هذاك الديول يولي يجي طري ما يقعدش مقرمش. كيما هكا خليتها قطرت مليح، وشوفوا الكميه اللي هودت منها. والبنات ملاحظه الزيتون كي ديروه تكونوا غليتوه مقبل، يعني يكون طايب هكا باش يجي في الخليط طايب. وهنايا رجعت الخليط نتاعي للمقله باش هكا يجيني ساهل في الخلط. المهم البنات خليوه حتى يبرد وزيدوا الفرماج باش هذاك الفرماج يقعد باين ما يذوبش كاع بزاف. هنايا الفرماج ديروا كميه مليحه باش هذاك الخليط نتاعكم يجي مفرمج. مثلا البصله انا درت 300 غرام، الفرماج ندير 300 غرام. ونخلط كل شيء مليح. هنايا تقدري ديري ليغو خلطي بيدك باش يتخلط غايه. وشوفوا لي هذاك الخليط جا مفرمج. هنايا نجيبوا الديول تاعنا، نوريكم قبل الشكل تاع الورده. بغيتو ديروا الورده دهنوا الشوب هذاك الزيت اللي قطر منه، دهنوا الورقه تاع الديول ودوها فوروها غير واحد 3 ثواني ولا 4، يعني ما تطولش في التفوار. غير يكون القدره هكا تغلى فوقها الكسكاس، تحطيها فوق الكسكاس وتقلعي، يعني غير باش تطرى شويه. وكي تجوا تشكلوا الورده ما تغبنكمش كيما هكا، يعني غير درتها وقلعت ما طولتش. درت قطعه في الوسط هكا صغيره، ودرت كميه مليحه تاع الكفته كيما هكا وشكلتها على هذا الشكل. لويت 2 خطرات وهوت لها هذوك الاطراف تاعها هكا لتحت، جات على شكل ورده. هنايا حطوها يا في المول هذاك تاع المادلين اللي نخدموا فيه المادلين، ولا كيما اللي حطيت فيه انا تاع المملحات هذوك اللي يجوا مدورين تاع اليكيش، ولا اللي يجوا مدورين صغار كيما هكا حطوه فيها وديروها في الكوشات طيب. كي تحمر من تحت عاودوا شعلوا لها من الفوق كيما هكا. انا البنات خدمت لكم غير 3 غير باش تشوفوا الطريقه. كاين اللي يجوا ضياف ولا تبغي دير هكا حاجه بريستيج، نوريك الطريقه. بصح صراحه انا نبغي هاد الطريقه تاع المثلثات ولا الطريقه تاع السيجار. في الطريقه تاع المثلثات اني نوريكم الطريقه. انا نقسم الورقه على زوج، تبغي ديري كاع الورقه تاع ديول لك الاختيار. بصح صراحه انا ما نبغيش هذاك الديول بزاف هكا باش تحسوا بالذوق تاع الكفته والبوراك، ماشي تكون غير ديول. كي تاكلي حبه البوراك تلقايها غير ديول. هذاك الزائد نقص منه نص وندخله كي يجيب. دوك نعاود لكم واحده اخرى. هنا المقطع راح لي. ديروا كميه مليحه باش يجوا بومبي هكا يجوا معمرين. ونبلع بهاد الجهه ونقعد نسمشها، نقعد نقلب فيها، يعني طريقه سهله مهله. شوفوا هاد الزائد نقص هاد الجهه العوجه هكا وندخل الباقي بلا ما نستعمل لا فرينه لا بيض، ما نلصق حتى بحاجه. ندخلها كي تجي تتبلع، وكي نجي نقلي على هذيك الجهه اللي دخلتها. شوفوا كيفاش تجي شابه ويجوا كاع الحبات كيف. نتيا الحشو حاولي ديريه كاع كيف باش يجيوك كاع الحبات قد، يعني ماشي وحده ديري فيها الحشو بزاف وحده تقللي لها الحشو. وراني عاودت معكم شحال من حبه هكا، وراني نسرع باش هكا الفيديو ما يجيكمش طويل، تدو غير الافاده والمبتدئات يفهموا الطريقه. لخاطر صراحه البنات ماشي كاع الناس تعرف دير المثلث، بزاف اللي تقول لك ما نعرفش نديره ويتلف ليه، هو غير ساهل كيما هكا. ونكمل باقي الكميه. وهنا البنات كي تبلعوها وكان يجيكم هكا زائد هكا باين، ولا تقصوه بالمقص عادي هكا بتجي فينيسيون شابه ويجوا كاع الحبات كيف كيما هكا. ونجي ندير تاع السيجار. تاع السيجار كيف هاد الجهه اللي هكا عوجه على شكل هلال نديرها لتحت، وندير هكا الكفته على شكل طويل وندور الويا عاده ونجيب منه ومنه وندور هكا باش كي تقليها في الزيت جناب زوج جهات زعما منه ومنه ما يخرجلكش الحشو. شوفوا الحشو يجي مبلع. دوك نوريكم وحده تشوفوا الجناب تاعها. شوفوا الحشو راه مبلع خاطر دورنا عاده وغلقنا.
هنايا البنات هادو تاع المونغوتي نقول لكم ما تقيسوهمش، هادو ملاح بزاف في الكونجيلاتور تخبيو فيهم. شوفوا الطريقه كيفاش تخبيو. تبغي ديري بطاطا لك الاختيار، انا غير عطيتك زعما طريقه سهله مهله باش هادو تاني ما تضيعوهمش. هكا ديروا فيهم الدجاج بوراك ديروه في الكونجيلاتور عادي، انا نستعملهم بزاف. ديروا هذوك الجلد هذاك اللي يجي لداخل في الديول، تقلعوه ديروه لتحت وديروا الحبات تاعكم هكا وتعاودوا تغطيوه، يعني يجي عازل بين الطبقه الفوقانيه والطبقه التحتانيه باش ما يلصقوش في بعضياتهم. ونعاود ندير الطبقه الزوجه كيما هكا. انا هاد الكميه عطاتني كميه ما شاء الله، راني قليت منها الفطور، يعني ماشي هذه هي الكميه كاع. عطاتني 17 حبه بوراك وخدمت 3 تاع الوردات. هذوك الوردات وكون ما خدمتهمش وردات وخدمتهم بوراكات، يعني الحشو هذا كينقسم على زوج، الورقه ديول تنقسم على زوج، تسمى 3 وردات اللي هما 6 بوراكات. يعني 600 غرام تاع الكفته تخرج لكم 23 حبه تاع البوراك. وهنا كي تستفوهم تبغي ديريها في الساشيه كيما وريتك، تبغي تبلعيها بهذه الطريقه. انا جاتني هذه الفكره وجربتها وعجبتني بزاف. يعني بعلبه واحده اخرى تاع المونغوتي تبلعي عليها في الاول تجيك واعره، غير ساع فيها زيري تبلع عادي كيما هكا وديريها في الكونجيلاتور. وهذه هي النتيجه بعد ما قليتهم. قليت طبسي صح فطروا به، وقليت لكم هاد الحبات وريتهم لكم. شوفوا جاو ما شاء الله. نحل لكم هنايا هاد الحبات تاع المثلث، يجي لداخل هذاك الخليط تشوفيه ابيض معمر بالفرماج، بلا ما تضلي كل حبه تقسمي فيها الفرماج هكا تربحي الوقت والخليط ما يجيش ناشف يجي مفرمج. ودي يا غالياتي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم، بارطاجيو لي الفيديو فضلا وليس امرا، والى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.